يا صباح الهنا والتفاؤل والورد والفل والياسمين. صباح الحلويات. تعالوا بقى يلا، اللي بيحب الحلويات زي حالاتي كده يتفضل عندي. هنعمل هنا بسبوسة سهلة وجميلة وبسيطة، وهنا ما حطيتش زبادي خالص. يعني ايه ما حطيتش زبادي؟ يعني كل شغل يكون باللبن. بصوا هنا كان حطيت نص كوباية من اللبن، وحطيت 3 معالق كبار من السمنة. طبعا انا هزود تاني، بس هحط كل الكلام دوت على بعض، هديهم تقليبة، وهكون مجهزة معايا دقيق السميد او كيس بسبوسة. انا هنا كان كيس بسبوسة، بس المقطع ده ما تصورش مني، فمعلش بقى سامحوني او اعذروني. المهم قلبتها تقلبتين، وبعد كده جبت صينية دهنتها من تحت زبدة، وتكون الصينية تيفال او جرانيت او ألمونيا اي نوع عندي. والشكل ده كده كان خلاص انتهى. يعني كنت ظبطت وشها من فوق وكل الكلام ده. وكان هنا عندي سوداني، عندك بقى لوز، عندك فستق، عندك اي حاجة ممكن تحطيها، عندكم الخير كله. طبعا انا هنا كان حاليا عندي سوداني بس، فحبيت ازوق شكلها من فوق. ما عنديش سوداني ممكن استغنى عنها، وانا على فكرة الاغلبية بعملها من غير سوداني، يعني بعملها بسبوسة سادة خالص. ما خدتش مني بالظبط 10 دقايق في الفرن، وكانت استوت ووشها طالع زي الفل ما شاء الله. ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب للقناة. معاكم آية زايد، اتمنى يكون الفيديو عجبكم بأمر الله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وتفضلوا كده دايما منورينها وجزء مهم جدا فيها، وتفضلوا كده بسطني بكومنتاتكم وتعليقاتكم ولايكاتكم، حتى لو كانت بسيطة او قليلة بالنسبة لي كتيرة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا شكلها يعني تفتح النفس كده والله، حتى وهي نية لسه مستوتش، بس حقيقي طلعت خرافة. واتقطعت معايا، يعني اتقطعت معايا بسهولة جدا، مش لازقة في الصينية ولا اي حاجة. كل ده هتشوفوه قدامكم. بس بعتذر لكم حقيقي عن الفيديو المقطع اللي ما اتصورش وانا بقلبها، بس هي ما خدتش تقليب مني خالص. واحسن حاجة وافضل حاجة في البسبوسة ان انا ما افضلش اقلبها كتير. حلو الكلام، حلو الكلام. يلا بينا بقى على الفرن او على الميكرويف او على اي حاجة هتسويها فيه. انا هنا سويتها في الفرن الكهربائي اللي هو زي الميكرويف بس فرن يعني. ده شكلها بعد ما سقيتها، وهنزل لكم طريقة للعسل تكون مظبوطة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. وكان معاكم آية زايد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.